يا مساء الحلويات على احلى اخوات في الدنيا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديده في القناه تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك الاشعار بتاعي. زي ما انتوا عارفين ان انا بشارك يوم بكل تفاصيله معاكم. النهارده نبدا اليوم بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، صلاه تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. يا رب فرج هم كل مهموم واجد الدين عن المدينين. قول اللهم امين. روتين كله نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه. يلا قومي كده خدي قطعة من النشاط وشوفي لو وراكي اي حاجة، يلا قومي كده اعمليها. انا بدأت الروتين بتاعي ده كان بعد العصر، بعد ما عملت الغدا واتغدينا، فلقيت نفسي كده قاعدة فاضية، فقلت لا بقى البياضات حسيتها يعني بقى لها فترة ما اتغيرتش، اللي هي بتاعت الانتريه دي، فقلت بقى اغيرها كده واحط دورة في الغسالة عقبال ما امسح الاوضة وانفضها يكونوا اتغسلوا، وافرش عندي يعني طقم تاني غير ده، اللي هو الابيض اللي فرشته ده، وحشت اللي هو الكافيه. صراحة بحس الابيض يعني اللي هو ده احلى من الكافيه، مش عارفة ليه، بيدي كده بهجة للأوضة وبيخليها شكلها حلو، أو عشان بقالي فترة ما فرشتوش فكنت حاسة الإحساس ده. يعني كل ما بغير كده أفرش فرش نظيف وأمسح بحس بدخل طاقة إيجابية وروح حلوة كده في المكان. فبقى قلت ألم الستاير عشان كنت همسح الأرض، بحب إن أنا أمسح الأرضية دي يعني في الصيف كل يوم، علشان تجيب يعني طراوة. طبعا بيبقى الجو حر فعايزين نعمل في المية على طول. بعد كده طلعت الحافظة كده، قلت انفضتها في البلكونة، وقلت امسح بقى الأوضة يعني عقبال، وسبتها يعني هي تتهوى بقى شوية كده بره. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت بقى دوني وبرسيل جل وصابون ابيض، وبصوا خليت الاوضه ما شاء الله خليتها بتلمع. بعد كده في الاخر جبت معطر، علشان صراحه بحب احط معطر جدا بعد ما بروج واخلص تنظيف، بحس ان كده بيديني طاقه ايجابيه، سواء معطر سواء بخور سواء اي حاجه ريحتها حلوه كده. بحب احطها بعد ما بخلص تنظيف، بتديني طاقه ايجابيه كده، وبحس ان انا عندي راحه نفسيه فظيعه. بس فكده الاوضه ما اخدتش معايا يعني اقل من 5 دقايق، كنت مخليها زي الفل، منفضاها وفرشه الفرش النظيف بصوا ترتبت بقت ما شاء الله. في الاول كانت مبهدله على الاخر صراحه، ما كانتش نضيفه خالص. بس فبدات بقى كانت باقي الشقه يعني كنت مروجاها وكنت برضو مسحاها، فما كانش فيه غير هي اخر اوضه دي كانت اللي هي تتعمل. وبقى مواعين اللي هي بعد الغدا دي، المطبخ بصوا اول ما بتعملي فيه اي اكله بتلاقيه اتملى مواعين، والمواعين من الحاجات اللي مش بتخلص، يعني تحسوا ان هي بتولد كده، ولا شفتوا عامله زي الارانب ما بتخلص. فقلت بقى اشجعكم ونتشجع كده مع بعض، لو كسلانه وعندك شويه مواعين عايزين يتغسلوا يلا قومي كده اغسليهم. ما تسيبيش اي مواعين في الحوض، ان الايام دي في الصيف يعني بيبقى فيه نمل، فلو سبت المواعين في الحوض من غير ما تغسليها هيتلم عليها النمل وهتكسل عليها وتجمع مواعين اكتر. فلا قومي كده اتشجعي وخدي قطعة من النشاط وقومي يلا كده صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وشمر ايديك الحلوين وادخل برجلك اليمين وقول الله المستعان، وهتلاقي كل حاجة باذن الله سهلة ومش بتاخد في ايدك اي وقت خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. كانت الجزايز بتاع الميه والشفاشف والحاجات دي كانت يعني فاضيه، فبحب ان انا اول ما بتفضى يعني ما املاهاش تاني واقول ده نضيفه، ده احنا بنشرب فيها ميه بس، لا بحب ان انا اغسلها كده يعني شطفه على السريع وبعدين املاها ميه نظيفه. لازم كل يوم كده اول ما بتفضى اي جزازه لازم اغسلها بالسلك والصابون، او اذا كانت اللوفه مثلا اي حاجه، المهم ان انا اغسلها يعني مكان ايدينا مكان اي حاجه. فبحب ان انا اغسلها واحطها مغسوله ونظيفه في التلاجة. لو عملت شويه مكرونه تطلع كل الاطباق تطلع يعني هتطلع حله تعملي فيها المكرونه بقى، وتطلع 100 طبق تحط فيه بقى، كل واحد بتحطي له طبعا في طبق. ولو حطيتي مثلا شويه مخلل شويه مش عارفه ايه ولو البانيه والمكرونه عموما، يعني انا كنت اليوم ده عامله غدا بانيه ومكرونه. فطلعت بصوا كل المواعين دي مش عارفه يعني عشان شويه يعني احنا آه اللهم صل على سيدنا محمد، او فردين ويوسف يعني مش بعتبره فرد عشان ما بياكلش
صحي كويس، ولو اكل بنحطله في طبق صغير خالص فما يتحسبش من ضمن الافراد. فتحس بقى بطلع المطبخ كله. اللهم صل على سيدنا محمد. طبق طبعا بتتبلي فيه البانيه، وطبق مش عارفه بتحط فيه الفيجيتار فبتجمع بقى مواعين جامده قوي. واذا كان مثلا لو عملت عصير جنب الاكل، صراحه بحب العصير جدا في الصيف، بيبقى حلو كده بيطر على الواحد. فدايما يعني انا طبعا مخزنه المانجا عندي في الفريزر، فسهله اقطع على طول واضرب في الخلاط. فصراحة الحياة الطبيعية لما بتكون مخزناها في البيت تبقى سهل عليكي، يعني ملناش تجالة قوي على البيبس والكلام ده والعصير بتاع برا. بحب الحياة الطبيعية، وبحب مثلا الفاكهة تكون موجودة في البيت، كل الكلام ده. يوسف معدي، شفته، بصوا مستيبني يعني. الحمد لله كان اليوم ده بنت عمي كانت موجودة عندي، فكانت شغلة شوية. عارفين لو انا وهو لوحدينا وانا بصور بيتخذ الفرصة بقى ان انا مشغولة ويطلع كل المواعين اللي في المطبخ يفضيها في بره، وممكن يمسك اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد الهون ده اللي احنا بندق بيه التومة، ويقعد يدب في الحيطان بيه. بوظ لي كذا حتة بسبب الاسلوب اللي هو بيعمله ده. يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب العالمين. وما تنسيش لو انت وصلتوا للجزء ده من الفيديو يا رب تكوني اتشجعت وتكوني استفدتي، وتقومي لو وراكي اي حاجه كده يلا قومي اعمليها. وما تنسينيش باللايك والدعوه الحلوه والكومنت الحلو. الف صلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. نفسي تكتبولي كده الف صلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه دعوات كتير حلوه، ويا رب ينجح كل الطلبه في الايام دي، طلبه ثانوي عام. دايما وانتوا قاعدين كده ادعوا لطلبه ثانوي عام. ابن عمي في ثانوي عام، يا رب ينجح ويا رب يوفق ويا رب يكرمه ويحقق له كل اللي نفسه فيه، والكلية اللي هو نفسه فيها يا رب يروحها هو وابن خالي وكل الطلبة. انا والله بدعي لكل الطلبة، كل يعني انا بنفسي ان هما كده ربنا يحقق لهم كل ما يتمنوا، وربنا يديهم على قد تعبهم، وما يضيعش تعب حد ابدا. ان صراحة ثانوي عام دي يعني بصوا في ناس كده يعني بتفضل تعبانة وبتيجي بيغدر بهم في الامتحان ان هما بيجيبوا حاجة غير اللي موجودة خالص، غير اللي بيذاكروه خالص في الامتحان. فصراحة بتبقى حاجة صعبة جدا ان انت بتبقي بتذاكري حاجة وتجيلك حاجة تاني خالص، فالواحد بيتضايق وبيتخنق. فربي ينجحهم ويوقف لهم ولاد الحلال اللي يقف معاهم في وقت الامتحانات دي. اللهم صل على سيدنا محمد. كانت اهي المواعين خلصت. طبعا بعد الاكل كان البوتاجاز لما بحمر عليه اي حاجه لازم اغسله، ما بحبش الدهون تتراكم عليه، فالدهون كانت طايره عليه، فقلت لا لازم اغسله كده من الدهون، عشان انا صراحه مش بحب المطبخ يبقى فيه دهون وريحه الزيوت والكلام ده. بحب ان دايما تبقى ريحته صابون ومعطرات وكل يعني، فايدي على طول فيه. بحبه دايما كله يبقى رغاوي كده وريحه الرغاوي حركات، يعني ببقى مبسوطه كده اليوم اللي بعمل فيه رغاوي صراحه. عموما يعني حتى لو ما عملتش على الاكل شوفوا المعلومات كلها تحسب تدخل في بعض يعني. لو ما عملتش على البوتاجاز اكل وانا مثلا بغسل اي كوبايات في الحوض، طبعا الميه بتطير عليه، فايدي على طول دايما فيه وبمسحه على طول. حبايبي اللي متابعينا اكيد عارفين ان انا يعني بحب البوتاجاز دايما كده بيلمع، واكيد كل ست بيت نظيفه وعارفه هي بتعمل ايه في بيتها يعني. والفوط دي طبعا بحب اغسلها بقى، يعني لما بلاقيهم كلهم كده بجمعهم كلهم مره واحده، وبروح مشغله لهم اللي هي الغساله العاديه دي، واحط لهم شويه برسيل جل وشويه اريال و... وكلور وكل الكلام ده. صراحه بيخليه ريحتهم حلوه ومعطر، وبشغل عليهم الغساله وبعدين باجي بنشفهم ويبقى كلهم كده نضاف. يعني دي كانت الفوطه دي كانت ناشفه، فحطيت بقى ملمع الجزاز وبدات صراحة ملمع الجزاز بيخلي الجزاز كده بينور ويدي معاكي وسع حلو، عشان ما يبقاش مجير بس من الصابون. فملمع الجزاز بيلمع الدنيا وبيخلي البوتاجاز شكله تحفة، بيدي التاتش الاخير كده للحاجة، بيخليها كده
ما شاء الله. والبوتاجاز من تحت برضه عشان لما بتتجوز برضه بيطير عليه ميه وكل الكلام ده. طبعا لو دهون مش هتطلع معاكي بالملمع. انا عشان البوتاجاز نظيف معلهوش دهون فبمسحه بالملمع. لو عليه دهون طبعا بالسلكه. و اللهم صل على سيدنا محمد. وهتدعكيه وبعدين تنشفيه وبعد كده تجيبي فوطة او جرنان او اي حاجة وتلمع. يعني الفوطة ده عشان كانت ناشفة وكنتش لسه مسحت بيها اي حاجة فما عملت بيها. بلاش مثلا تكون قطن عشان القطن تحسه بيسيب رواسب كده على الجزاز، تكون حاجة مش بتسيب رواسب يعني. مش لازم اي فوطة، يعني اي فانيلا عندك بتاع زوجك بتاع ابنك ملهاش لازمة اعملي بيها عادي يعني. احنا في البيت اي حاجة بتقدم خالص كده وما تبقاش اي لا لازمة يعني بنمسح بيها عادي يعني. بس الفوط دي يعني حلوة صراحة بغسلها. بقالها فترة عندي حلوة. عندي لسه فوط تاني لسه ما طلعتهاش بس برضو قطن، يعني لو مسحت بيها الجزاز هتسيب رواسب. اللي على الرخامة ده مش يعني مش حاجات مش مسحها. لا ده في مرة كنت حاطة مونوكير وكان المونوكير لسه اخضر فاتمسح فيها فعشان كده بقى ايه لازق كده وتحسوه اكن حاجة لازقة على الورق اللي هو على الرخامة ده. بحب امسحه كده علشان ما سيبش عليه مية علشان ما تعملش عفن وريحة مش حلوة. بس كده نضفت المطبخ وخليته زي الفل. بعد كده بقى كنا طالعين يعني برا نخرج نشم شوية هوا بقى عشان نطلع من الروتينات شوية ومن كل الكلام ده. فطلعت ليوسف الطقم ده كنت جايبهوله على العيد وريتهولكوا في الفيديو اللي هو مشتريات العيد بس ما شفتوش عليه وهو لابسه. كان مكسوف جوي ان هو بيتصور وما كانش راضي يتصور. بحب يعني قبل ما اطلع كده من البيت بكون مروجاه ومخليه زي الفل واطلع منه وهو نضيف. شوفوا كان عمال ينام على حجره ومش راضي يوريكم. بصوا كنت شداله الحمالات جامد لفوق فحاولت ان انا ايه كده اظبطه. يعني هو كان شكله احلى كمان من كده لما ظبطته وسرحت له شعره عشان هو كان لسه واخد شاور بقى ولابس اللبس على نظيف فكان شكله عسول جو. بس هو كان مكسوف ان هو يتصور. ده انا بقيت عماله احايل فيه. وانا دلوقتي برضو بعد ما لبست كده اللبس الجديد بتاعي شايفين شكله عامل ازاي. كان تحفة قوي. حطيت بقى الميك اب بقى وظبطت الدنيا. وقولوا لي رايكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسيبكم في رعاية الله وحفظه واشوفكم في فيديو جديد على خير.